السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ طبعا الفيديو بيتكلم عن نفسه، بس قبل ما ابدا بقى في الفيديو وقبل ما اقول الكلام نبدا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ندعي لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، واخواتنا اللي في السودان وفي سوريا وفي كل بقاع الارض، اللهم انصرهم واجبرهم واقف معاهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وارحم موتاهم واجعلهم في الجنه ان شاء الله مع الشهداء الصديقين، وداوي جراحهم، ويا رب يا رب يخفف عنهم اللي هم فيه. بس احنا ما بنملك لهمش غير الدعاء، ويا رب يسمع مننا، وعلى قد ما نقدر ندعي لهم كلنا. فيديو المشتريات زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. الحاجه انا مزوده المره دي في المشتريات. طب ليه يا سوسه؟ ليه كل دوت؟ والحاجه بكام؟ وجايباها منين؟ وفي عروض ولا ايه؟ هقول لك قبل ما اقول لك الكلام ده كله. اول مره تشوفيني ما تنسيش دوسي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش بقى الكومنتات الحلوه واللايكات الكتير اللي بتشجعني وبتفرحني. نذكر الله كده في كومنت تقولي لي بتتابعيني من انهي بلد عشان ارحب بيكي. وما تنسوش بقى تتابعوني على التيك توك وعلى الفيسبوك نفس اسم القناه اسرار المطبخ مع سوسه. عايزه اقول لكم انا جوزي لما شاف الريسيت، بصوا يعني عارفين الفنان القدير الله يرحمه ونور الشريف، اما قالوا له على رؤى تعرفها؟ قال لا ما اعرفهاش. رحنا عند الكاشير بيقول له طبعا يا استاذ، قال لا ما اعرفهاش. عايزه اقول لكم بصوا يعني جبت حاجات، بس الحاجه بجد الاسعار كويسه والعروض كويسه، وانتوا عارفين انا بحب استغل العروض. وكمان احنا عندنا الشهر ده حاجتين ان شاء الله، المدارس يا رب يجعلها عام دراسي سعيد وكله كده بالنجاح والتوفيق علينا وعليكم وعلى اولادي وعلى اولادكم وعلى كل الطلبه والطالبات في كل حته في العالم. وكمان ان شاء الله ان شاء الله احتمال احنا سامعين كده اشاعه في البيت عندنا ان احنا هنطلع مصيف. وانت جايه يا سوسه تطلعي مصيف دلوقتي؟ ما افتكرته هقول لك كان مشغولين، وكان جوزي عنده شغل جامد جدا الفتره اللي فاتت، وانا كان عندي الشغل في الشغل بتاعي ما ينفعش ان انا اخد اجازه. فانا خدت الاجازه بتاعتي الصيفيه قبل بقى دخول المدارس وكده، خدت اسبوع ان شاء الله في شهر 9. وجوزي قرب يخلص الشغل اللي عنده، فالعيال طبعا وانا قعدنا نزلنا عليه، وانتوا عارفين الزن على الودان امر من السحر. زننا عليه ان احنا نطلع يومين كده نغير جو في اي حته. فهو قال لنا لما اشوف لو عرفت اخلص الشغل اللي معايا في خلال الايام ديت ان شاء الله هنطلع. فانا عملت حسابي برضو يمكن ان شاء الله نخلي عندنا امل كده في الله، وربنا يكتب لنا الخير ونطلع المصيف. طبعا لو طلعت هقول لكم عشان هتعرفوا هنحضر الحاجه مع بعض ونحضر الشنطه وتجهيزات بقى، وهنعمل شويه حاجات حلوه قوي مع بعض. ما طلعناش خلاص مش مشكله. هنجيب حاجه المدرسه برضو كده كده هنجيبها سوا، واما اجيب اي حاجه هصورها لكم ان شاء الله. وهنعمل بقى ايه؟ نشيل الحاجات دي خزين في البيت مش فارقه. جبنا ايه؟ يلا بينا نخش بقى ونبطل رغي. اول حاجه انا رحت السوبر ماركت اللي عندي جنب البيت، طبعا متابعيني عارفينه، كان عامل عروض تحفه. عامل المكرونه لمتنا الخمس اكياس ب 48 جنيه، طبعا حلوه جدا مش مكمله 10 جنيه، فحلو قوي العرض دوت عجبني. جبت منه 10 اكياس متشكلين، جبت 10 اكياس مشكلين. وجبت بقى كيلو شعريه لوحده، ده عامل 25. طب ليه يا سوسه؟ هقول لك هتعرفي في الفيديوهات اللي جايه. انا جايبه الشعريه ليه كيلو، وجايبه كمان كيسين هنا شعريه، يعني جايبه ادي 400 و400 800، يعتبر جايبه 2 كيلو شعريه. وعندي العلبه فيها. عايزه تعملي بيها ايه يا سوسه؟ هقول لك هتعرفي في الفيديوهات اللي جايه. تمام. ادي كده اول حاجه المكرونه. ما لقيتش المكرونه اللي هي الصغيره بتاعه الكشري من لمتنا، جبت اللي هي خطيره ديت. دوت الكيس عامل 7 جنيه ونص، فجبت كيسين ب 15 جنيه. تاني حاجه جبتها بعد كده جبت مرقه الدجاج ديت، انتوا عارفين انا بجيبها معايا على طول، انا بحبها جدا، طعمها حلو جدا جدا جدا. وطبعا عشان الحاجات التانية مقاطعه، فاحنا على قد ما بنقدر بندور على الحاجات اللي مش مقاطعه وبنجيبها. ودي برضو اللي بنقدر نساهم بيه، يعني حاجات في ايدينا بسيطه وصغيره. كنت بجيب الكيس ب2 جنيه، بقى ب2 جنيه ونص، فبرضو مش مشكله. جبت 10 اكياس ب25 جنيه. جبت كمان جيلي دريم دوت، جبت واحده فراوله وواحده اناناس، حلو جدا والولاد عندي بيحبوه. حاجه بسيطه، حاجه حلوه وبسيطه وسهله، سهله في عمايلها وسهله في سعرها. بكام يا سوسه؟ ب10 جنيه ونص العلبه، فجبت ايه؟ علبتين. جبت كمان الكيسين الكريم جانتيه دوت الكيس كان عامل كام؟ استنى اشوف لكم. طيب جايباها ليه يا سوسه؟ اقولك عشان هنعمل بيه حاجه حلوه حلوه قوي، جايزه لكم ان شاء الله حبه فيديوهات جامده جدا هتعجبكم قوي. وحاجات جديده ان شاء الله هتنفعكم عشان المدارس، موسم المدارس وجو المذاكره بقى وجو الشتاء كده بتاعنا، وجو
يعني ايه التكتكه كده بقى، وتحب الاكل والحاجات دي كلها. فانا جبت الاتنين دولت، الواحد عامل 14 جنيه، جبت منه كيسين. جبت كمان هنا افندي دوت فول اللي هو العدس الجبه، تفضيش فول، انا اسفه. العدس الجبه ده كيس ربع كيلو عامل 11 جنيه، بس لكل واحد واحد بس. فجبت واحد، وانا كده كده عندي العلبه مليانه يعني. فجبت ايه كيس. جبت رز الاسطوره دوت من كازيون اهو، دوت الكيس عامل 23 جنيه. جبت منه 5 اكياس اهم، 22 جنيه، معلش انا اسفه، 22 جنيه. فجبت 5 اكياس. وجبت من دوت ده عامل 25 اهو، يعني الرزاية اعرض شويه، جبت منه 4. يبقى انا جبت 5 الاسطوره وجبت 4 من دوت. تمام. جبت كمان علبه الجبنه دي عامله 12 جنيه ونص، عشان هنعمل برضو بيها حاجه حلوه قوي، مش جايبينها يعني كده، لا هنعمل بيها وصفه حلوه جدا. تابعوني، بقول لكم الفتره الجايه فيديوهات جديده. لو اول مره بقى تشوفيني وصلتي معايا هنا للفيديو، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصلي على الحبيب كده قلبك يتشيب ولسانك يبقى دايما عمران بذكر الله، والله هتشوفوا معجزات في حياتكم. ودوس اشتراك يلا، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. هنعمل بيها وصفه حلوه قوي، فجبت واحده محتاجاها يعني انا في الوصفات. وممكن بقى لو طلعنا المصيف اخدها معايا كسندوتشات للولاد وكده، وبجيب واحده تانية ان شاء الله للوصفات. جبت علبه الجبنه دي لمجي ديت عامله 30 جنيه، فجبت واحده بس، انا لسه ما جبتش بقيه الحاجه يعني، جبت ايه واحده بس منها. جبت كمان حلاوه وجبنه كريمي ديت اللي هي الكيري الكريمي، وجبت جبنه رومي. بس دولت زياد، انا جايبه زيهم مفضيتهم في العلب يعني، والولاد خدوا منهم للفطار. كان كيلو الحلاوه عامل 107 اهو. جبت طبقين، الطبق جبت اتنين، الطبق ربع. تمام. وفتحنا واحد وادي التاني، لو سافرنا ان شاء الله هاخده معايا زي ما هو كده متغلف. ودوت برضو جبت ربعين، دوت الكيلو عامل 83. جبت برضو طبقين، الواحد ربع كيلو. الجبنه الرومي برضو جبت طبقين، الواحد ربع كيلو، الكيلو فيه عامل 240 جنيه. تمام. دولت الجبن. وجبت للولاد مكرمشات دول ب10 جنيه، الكيلو عامل 70 جنيه. جبت كمان الفاصوليا البيضه الصفرا دي ب25 جنيه، بصوا حلوه اهي. قد ايه؟ لا هو كان ب35، معلش انا اسفه، نص كيلو يعني، كيلو في 70 جنيه، طبعا حلو قوي انا عندي. بس جبت كيس. وجبت كيس العدس الاصفر دوت نص كيلو برضه. النص كيلو ده ب25 جنيه، يعني الكيلو عامل 50 جنيه. وجبت كيسين خميره اهو ب2 جنيه ونص. جبت علبه الصلصه دي عامله 24، عليها عرض حلوه جدا. طبعا الطماطم الايام دي صفرة قوي يعني، غاليه وصفرة، فما بتعجبنيش، فبزود الاكل بمعلقه صلصه اهي. وطبعا هارفست معروفه. جبت كمان برطمان الكاسترد دوت ب26 جنيه بالفانيليا، عشان هعمل لكم بيه وصفه حلوه قوي هتعجبكم وهتعجب ولادكم جدا يعني، لان انا عندي الولاد حبوها قوي. انتوا عارفين انا ما بصورش حاجه ولا بعمل نزل لكم حاجه الا لما اكون مجربوها، فبجد حلوه قوي يعني، هنستخدمه يعني في الوصفه ان شاء الله. جبت كمان الجيركن بتاع الكاتشب دوت، ده الكيلو. انتوا عارفين برضو بجيبه كل شهر، عندي حاجات كده ثابته كل شهر بجيبها، وحاجات تانية جديده. ده من الثوابت معايا، دوت كان عامل 40 جنيه، بيكفيني طول الشهر، بفضي منه في الازازه الصغيره، وبيحطوا منه الولاد على الاكل. جبت كمان المناديل دي برضو من الثوابت معايا، الباكت دوت على بعضه، دوت فيه 3 ب50 جنيه، 3 بواكي، الواحد فيهم 400 جرام، فجبت واحد. جبت كمان دي اول مره اجيبها معطر الهدوم او المنعم بتاع الملابس، فريده دوت، دي الاربعه رتل عامل 100 جنيه، حلو قوي. انا كنت ماما جربته تستخدمه، بس ماما بتجيب البنك، انا ما لقيتش البنك، قلت لبني برضو ريحته حلوه، عامل زي ريحه الداوني والكومفورت كده، فجبت واحده تثبت على الهدوم وحلوه قوي. برضو بنستخدمه في حاجه تانية هبقى اقول لكم عليها في خلال الفيديوهات ان شاء الله، غير الهدوم. جبت كمان من الثوابت معايا وفير، بس ما بيبقاش كل شهر الصراحه، لان ساعات الجيركن ده بيقعد معايا شهرين وشهرين وشويه، لان انا بستخدم الغساله يعني، الاعتماد بتاعي الاساسي مش على الغسيل، على الحوض، غسيل معين في الحوض، فدوت بيكفي معايا. ده عامل 70 جنيه، فجبت واحده طبعا هو 4 رتل، بس تحفه، انا بحبه جدا جدا جدا، ممتاز. جبت كمان الوايبس دوت، ده عليه عرض، هو الكيس ال120 اهو، عليه عرض ب 18 جنيه، فجبت 2. انا بستخدم الوايبس ده، ما بقدرش استغنى عنه في حاجات كتير قوي في الشقه، هبقى اوريه لكم ان شاء الله فيديو كامل هعمله لكم عن استخداماتي للوايبس. لو جبت الاثنين يا سوسه
هقولك عشان لو سافرنا بيبقى معايا في الشنطه، الولاد حابين ياكلوا حاجه يمسحوا ايديهم، خرجنا مثلا وهيجيبوا حاجه في الشارع بمسح لهم ايديهم كده، يعني بستخدمه اساسي معايا، بيبقى في شنطه الخروج عشان الولاد ربنا يا رب يحميهم ويحمي ولادكم ويبعد عنهم الامراض والاوبئه، اللهم امين يا رب العالمين. جبت كمان دي الزعيم ده عامل 17 جنيه، سعره حلو قوي. انا عندي كيسين فجبت 3، ما حبيتش اكتر لان دي من الحاجات اللي هي بتسوس، بحطها في التلاجة لما بيبقى عندي كميه. نازل عليه عرض بدل 27 17 جنيه اهو، 27 17 جنيه، فجبت 3 عشان نعمل شويه حاجات حلوه كده للمدرسه ان شاء الله. جبت كمان علبه التونه دي مفتفته، عليها كان عرض برضو، بكام دي يا سوسه؟ ب25. جبت واحده عشان لو سافرنا اخدها معايا، تنفع مثلا في عشاء في حاجه كده، نبقى نعمل ان شاء الله جدول الاكلات مع بعض. جبت كمان ربع الشاي العروسه ده كان عليه عرض برضو ب50 جنيه، فجبت واحده. انا عندي لسه العلبه فيها، وعندي بتاع دوت علبه من الصغيره، فجبت الربع، بحب تبقى الحاجه ما ايه موجوده في الشقه. دي الحاجات اللي انا جبتها، وان شاء الله لو جبت حاجات تانية هصورها معاكم وهوريها لكم كلها واقول لكم انا جايبه منين بالاسعار. قولوا لي بقى رايكم في الاسعار ايه، حلوه ولا لا، ولا اتضحك عليا وانا عامله نفسي ناصحه. انا حبيت الصراحه استغل العروض ومليت بيتي كله بالخير، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ببقى مرتاحه ومطمنه، وهي الحاجه دي موجوده احسن من ان هي الفلوس معايا. الفلوس معايا بتتصرف، تلاقيها اتصرفت كده في حاجات عبيطه، انما انا لما بنزل اجيب الحاجه اول الشهر بكميه واشيلها في خزين البيت ببقى مرتاحه ومطمنه. يا رب يريح قلوبكم جميعا ويجعل بيوتنا كلها عمرانه بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. لو سافرنا المصيف ان شاء الله نحضر الحاجات مع بعض وهنعمل الاكلات كده مع بعض. ادعوا لي بقى كده لو في خير، ربنا ييسر لنا الامر وجوزي يخلص الشغل بتاعه ده ونروح نسافر كده كام يوم، 3-4 ايام، عشان الولاد بس ايه ما خرجوش خالص في الاجازه، يحسنوا كده نفسيتهم قبل المدارس ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، توحشوني جدا جدا جدا. متنسوش بقى اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وقولوا لي رايكم في الحاجه حلوه ولا لا. توحشوني واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.